السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، معايا النهاردة خريطة حلوة جدا ومهمة عن أول درس أخدناه مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الخريطة هيت. عايز مدلول الأرقام اللي موجودة عليها دي هنقولها مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة بيقولي عندي أول حاجة رقم 1 البحر. طبعا زي ما احنا شايفين دوت البحر المتوسط، يبقى هنكتب عندها البحر المتوسط. رقم 2 هنا بيقول لي دولة بتعاني من قلة الموارد وزيادة عدد السكان. ايه هي الدولة اللي هنا دي بتعاني من قلة الموارد وفيها عدد سكان كتير؟ طبعا احنا عارفين ان دي دولة مصر. رقم 3 بيقول لي سهول عند فيها نهرين. نهري ايه وايه؟ السهول اللي عندها نهرين ايه وايه؟ طبعا احنا عارفين ان هنا سهول فيضية في دولة العراق. زي ما احنا شايفين سهول فيضية بتبقى سهول دجلة والفرات، نهري دجلة والفرات. رقم 4 عندي بيقول دولة بتعاني من قلة السكان. هنا طبعا عارفين ان دي دولة السعودية، فيها قلة سكان وفيها طبعا موارد كتيرة. طيب رقم 5 معايا بيقول لي تالت الدول العربية من حيث عدد السكان. رقم 5 احنا عارفين دي دولة ايه يا ولاد؟ دي دولة الجزائر، وهي تالت الدول العربية من حيث عدد السكان في طبعا دول الوطن العربي. رقم 6 معايا هنا بيقول لي دولة مستقبلة للهجرات الخارجية. زي ما احنا شايفين رقم 6 هنا الصغيرة خالص ديت، بيقول لي دي دولة مستقبلة للهجرات اللي هي بتسمح باستقبال الوافدين إليها، وهي دولة قطر. طيب منطقة تركز سكاني رقم 7. هنا منطقة تركز سكاني اهيت زي ما احنا شايفين ديت، زي ما احنا عارفين يا ولاد هي ديت ايه؟ منطقة الدلتا. هي دي منطقة تركز سكاني، يعني فيها سكان كتير علشان طبعا الموارد وعلشان المناخ وعلشان التربة الخصبة، حاجات كتيرة، وسهولة السطح. طبعا الحاجات دي كلها بتساعد ان هي تبقى فيها تركز سكاني ويبقى فيها سكان كتير. وبكده تبقى خلصنا الخريطة. انتظروا طبعا إجابة أسئلة الدرس كاملة. أنا بس حبيت أدي معاكم الخريطة الصغيرة ديت علشان فيها حاجات مهمة جدا وعلى اللي احنا خدناه في أول درس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.